مفيش اي حاجه تثبت ادعاء المتهم ان المجني عليها حاولت تنتحر قبل ما تموت. حتى الكلام اللي قاله ان هي دخلت المستشفى بعد ما حاولت تنتحر، المستشفى نفت الكلام ده. انا ما كانش ليا علاقه بريهام في الفتره دي، بس ده كان كلام باباها معايا انها حاولت تنتحر قبل كده. موضوع المستشفى ده بقى انا ما اعرفوش الحقيقه، وانا نصحته اكتر من مره انه يوديها مصحه نفسيه عشان تبقى تحت الملاحظه، بس للاسف هو ما وافقش. تقدر توصف لي حاله ريهام النفسيه في الفتره الاخيره كانت عامله ازاي؟ وباباها كان دايما عنده هاجس ان هي ممكن تاذي نفسها. طيب سؤال اخير، تفتكر في حد ممكن ينتحر لمجرد انه فشل في علاقه عاطفيه؟ بمعنى ريهام قتلت نفسها لمجرد ان زياد رفض يرجع لها؟ على حسب خبرتي طبعا يا فندم. في حالات انتحار كتير بيرجع سببها الفشل العاطفي، وفي حالات سببها فشل اجتماعي، وحالات تانية سببها فشل مهني. شكرا يا دكتور. تقدر توقع على اقوالك؟ اتفضل انت. أظن كده يا فندم شهادة الدكتور بتسند ادعاء موكلي. للاسف مجرد قرينه مش بقوه الادله اللي ضد موكلك. ها يا زياد طمني، عملتوا ايه؟ برجل على ايه؟ روح المحكمة. محكمة؟ طب والدكتور، كلام الدكتور؟ للأسف كلام الدكتور مش قد الأدلة اللي ضد زياد. حكمت المحكمة حضوريا على المتهم زياد سالم بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي. الحمد لله على سلامتك. أنا فين؟ انت في المستشفى، انت في غيبوبة بقالك فترة. في غيبوبة؟ أنا لازم أمشي حالا. تمشي تروح فين؟ انت حالتك مش مستقرة. لازم أمشي حالا، أنا شفت كل حاجة، لازم أتكلم. علي خلاص يا عم، خلاص خلاص ما تقلقي. سيبها سيبها.